اهلا بحبايبي طلاب رابعه ابتدائي. النهارده هنحل مع بعض الاسبوع ال11 من كتاب التقييمات. يلا بينا. اول سؤال هنا بيقول لي تخيل انك في رحله الى الصحراء وشفت كثبان رمليه، وقول لي الكثبان الرمليه دي اتكونت ازاي. الكثبان الرمليه اللي هو بيبقى تل تراب كده فوق بعضه. طب ده حصل ازاي؟ حصل بسبب كذا حاجه. اول حاجه الجزئيه دي بتاعه الفصل بتاع تفتت الصخور اللي انا شرحته لك. لو انت مش فاهم اي حاجه فيه او مش عارف تحل، ارجع اتفرج على الفيديو بتاعي، هتلاقي ان الموضوع كله بسيط. الكثبان الرمليه دي اتكونت ازاي؟ بفعل كذا حاجه. اول حاجه الصخور اتكسرت، عملت عمليه تجويه. بعدين المهمين بقى، الصخور دي اتنقلت يعني حصل لها تعريه. بعد ما اتنقلت اترسبت، كلها اترسبت كده فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها، فعملت لي الكثبان الرمليه. يبقى لما يقول لي ازاي الكثبان الرمليه دي اتكونت، هقول له بفعل التعريه والترسيب، ان الرمال دي اترسبت. مسترشدا بالصورة استنتج عاملين من عوامل التعرية. ايه هي عوامل التعرية؟ رياح، امطار، جاذبية، اللي انا قلتها لكم. الرياح والامطار والجاذبية. ما الفرق بين التجوية والتعرية؟ قلت لك التجوية بنكسر والتعرية بننقل. قلت لكم في الفيديو التاني ايه؟ افتكروها بالبطانية، بنعريها يعني بننقلها من مكان للتاني. فانا لما اجيب لك سيرة ان الحاجة دي اتكسرت يبقى حصل لها ايه؟ تجوية. لكن قلت لك نقل او انتقال يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن التعرية. يبقى التجوية دي ايه؟ تكسير وتفتيت الصخور إلى قطع أصغر. طيب أمال إيه التعرية دي؟ نقل الصخور أو الفتات من مكان إلى مكان آخر. ما العلاقة بين سرعة المياه وحدوث التعرية؟ ايه اللي هيحصل؟ كلما زادت سرعة المية ايه اللي هيحصل للتعرية؟ تخيلوا عندي شوية صخور صغيرة، اكيد كل ما المية تزقهم كل ما هيتحركوا اسرع. يبقى كلما زادت سرعة المياه يزداد حدوث التعرية، وتبقى ساعتها تعرية مائية. كيف يمكن للإنسان أن يقلل من آثار التعرية الضارة؟ إزاي الإنسان يحاول يقلل من آثار التعرية؟ إن هو إحنا نزرع أو نعمل حاجة تانية اسمها مصدات الرياح. يبقى زراعة النباتات مثلا، وعمل مصدات الرياح. ما العلاقة بين التعرية والترسيب؟ ايه العلاقة ما بينهم؟ قلت لكم برضو في الفيديو، لو مفيش تعرية مفيش ترسيب. طب مين الأول؟ طبعا التعرية بعدين الترسيب. يبقى عملية الترسيب دي أساسها الملكة بتاعتها التعرية. لولا إن هي هتنقل لها الصخور من مكان للتاني، لولا إن الصخور دي هتتجمع كده مع بعضها ويلا بينا يا رجالة نتجمع ونعمل كثبان رملية، ولا نعمل الدلتا، ولا نعمل كل الحاجات دي. يبقى ايه العلاقة بين التعرية والترسيب؟ هقول عملية الترسيب تحدث بسبب التعرية، أو أساسها عملية التعرية. وكمان الصخور التي تم تعريتها في مكان لابد أن تترسب في مكان آخر. الصخور اللي حصل لها تعرية من هنا لازم هتترسب في مكان تاني، لابد أن تترسب في مكان آخر. طيب كيف تؤثر عملية الترسيب على شكل ضفاف ومجرى النهر؟ ببساطة هتكون لي الدلتا. طب الدلتا ازاي اتكونت؟ من ترسيب الرمال والطمي. هنقول عند ترسيب الرمال والطمي تتكون الدلتا. لماذا تترسب الرواسب عندما تهدأ الرياح؟ ليه الرواسب دي بتهدى وتنزل لما الرياح بتقف؟ علشان
يعني الرياح دي كانت عماله تتحرك، اول ما وقفت طبعا الجاذبيه دي هتشد الرواسب او هتشد الرمل او هتشد الطمي او اي حاجه، فهينزل لتحت. فهنقول له عشان لما الرياح بتقف الرواسب دي بتترسب وبتنزل لاسفل وتعمل لي بقى كثبان رمليه او تعمل لي الدلتا لو كانت الحاجات دي طمي. هنقول عند توقف الرياح تترسب الرواسب بفعل الجاذبية مكونة كثبان رملية أو الدلتا. استخرج من الصور التضاريس الجديدة التي حدثت بفعل الترسيب. فين الصورة اهي؟ ايه اللي حصلت بفعل الترسيب؟ شايفين شوية الرمل الكتير ده اهو كثبان رملية. كثبان الرملية دايما بتحصل بسبب التعرية والترسيب، لكن الدلتا بتحصل بسبب الترسيب. طبعا العمليات كلها مترتبة على بعض بس هي اساسها ترسيب. الإجابة الكثبان الرملية. اشرح ولا اقترح طريقة للاستفادة من الترسيب في الزراعة والبناء. في الزراعة هنقول ممكن نستخدم الطمي في زيادة خصوبة التربة. استخدام الطمي في زيادة خصوبة التربة. وصناعة الطوب المستخدم في البناء. يبقى كده احنا استخدمناه في الزراعة والبناء. اللي بعده، لاحظ الأشكال السابقة وفكر مع زميلك ثم أجب ما العملية التي ساعدت في تكوين دلتا نهر النيل. أنا لسه قايلها لك، الدلتا اتكونت بسبب الترسيب. كيف يمكن أن تؤثر التجوية على شكل الجبال؟ التجوية هتعمل إيه في شكل الجبال؟ هقول لكم حاجة. لو تجوية ميكانيكية، لو أنا عندي جبل كده والرياح فضلت تخبط فيه رايحة جاية رايحة جاية، أو مثلا مطرة مطرت أو الحاجات دي حصلت، هيحصل له تجوية ميكانيكية وشوية منه هيتفتفتوا ويتكسروا، صح؟ طيب لو الأمطار اللي نزلت دي مثلا أمطار حمضية، فايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل تجوية كيميائية. فممكن لون الجبل ده بدل ما كان عادي اصفر كده وغامق من فوق، ممكن تبقى الصخرة بتاعته لونها احمر. يعني التجوية ممكن تأثر ان هي هتفتفت لي الجبل، هتفتفت لي الصخور اللي فيه، او ممكن اصلا تغير لونه. هنقول تكسير وتفتيت اجزاء من الجبل او تغير لونه بفعل التجوية الكيميائية. ودي طبعا اللي هو تكسير أجزاء منه بتبقى بفعل التجوية الميكانيكية. شاهد صورة لكثبان رملية. ما العملية التي أدت إلى تكوينها؟ الكثبان الرملية اتكونت بفعل إيه؟ تعرية ثم ترسيب. مين الأول؟ تعرية بعدين الترسيب. الأداء المنزلي أو الواجب. أول سؤال، تتكون الكثبان الرملية بسبب التعرية والترسيب. هناك ترابط بين ايه وايه؟ اهو نفس السؤال نقله تحت، التعرية. من أمثلة عوامل النقل نقط ونقط ونقط؟ الماء والرياح والجاذبية. تعمل الرواسب على ظهور نقط الأنهار، ضفاف الأنهار. تتحرك الصخور والتربة بفعل التعرية. أنا قلت حركة يعني بتتنقل يعني تعرية. اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. أول سؤال، تسحب الجاذبية الصخور من جوانب الجبال إلى أسفل، بتشدها من فوق إلى تحت، أكيد صح. تدفع الرياح الأقوى قدرا أصغر من الرمال. قبل ما أكمل الجملة دي غلط، لأن لو عندي رياح كبيرة أو شديدة هتدفع لي جزء كبير من الرمال، اللي هو تقوم نقلة حبة كتار. لكن لو رياح خفيفة كده وصغيرة هتنقل شوية رمل صغيرين. يبقى تدفع الرياح الأقوى قدرا أصغر من الرمال وتنقلها إلى مكان أبعد. غلط، قدرا أكبر. أو ممكن أصوب الرياح الأقوى نقول الأضعف، الاتنين هيبقوا صح. ثالث سؤال، عندما تستقر الرمال في مكان جديد فإنها بذلك قد ترسبت. صح،
لما الرمال خلاص هي فضلت استقرت، هو قال لك استقرت يعني ثبتت، يبقى هي كده اترسبت صح. التعرية والتجوية عمليتين متشابهتين، لا هما مختلفين. ايه علاقة دي بدي؟ التعرية بتنقل حاجة من مكان للتاني، انما التجوية بتكسرهم، يبقى هما مختلفين ما لهمش علاقة ببعض، هما بيترتبوا على بعض بس مختلفتين. 5. التجوية والترسيب قد يحدثان مع بعض. التجوية تكسير الصخور بعدين الترسيب غلط، لكن لو قال لي التعرية مثلا بدل التجوية كانت ممكن هتبقى صح. التعرية والترسيب عشان هما الاتنين بيحصلوا مع بعض. التقييم الأسبوعي أو الاختبار. اكمل. يمكن أن تتآكل الصخور بعد تعرضها لعملية تآكل يعني جزء منها يتفتفت ويتكسر، تبقى دي عملية ايه؟ التجوية. اكتب المصطلح العلمي. العملية التي تحدث عند انتقال نقل، يبقى أنا بتكلم عن ايه؟ انتقال الرمال أو الصخور من مكان إلى آخر، عملية التعرية. علل. هناك ترابط بين التعرية والترسيب، قلناها علشان الصخور اللي حصل لها تعرية لازم ولا بد هتترسب في مكان آخر، لأن الصخور التي تمت تعريتها تتراكم وتترسب في مكان آخر. ماذا يحدث عند تفتيت الصخور إلى أجزاء صغيرة؟ إيه اللي هيحصل؟ هتحصل تجوية، ودي تجوية ميكانيكية. حدد الفرق بين التعرية والترسيب ورتب العمليتين. التعرية دي نقل الصخور من مكان إلى مكان آخر، طب أمال إيه الترسيب ده؟ عملية تراكم وتجميع الصخور التي تفتتت بفعل التجوية وتم نقلها بفعل التعرية. اكمل. تؤدي نقط إلى سحب الرمال من الشواطئ. إيه اللي بيسحب الرملة من الشواطئ؟ الأمواج. اكتب ما تدل عليه العبارة، يعني اكتب المصطلح العلمي. قطع الصخور التي تتفتت بسبب التجوية ثم تحركت من مكانها، يعني هي اتفتتت وتحركت، حصل لها عملية تجوية وتعرية، يبقى ايه هي؟ الرواسب. علل. عملية الترسيب عملية هامة. عملية الترسيب ليه عملية مهمة؟ عشان هي بتغير لي وبتكون لي أشكال جديدة في مظاهر سطح الأرض. زي ايه؟ زي الكثبان الرملية وزي الدلتا، لأنها تغير من مظاهر سطح الأرض عن طريق تكوين حاجات جديدة، مثلا زي ايه؟ زي الكثبان الرملية والدلتا. ماذا يحدث عند اصطدام الأمواج بالشاطئ؟ ايه اللي هيحصل لما الأمواج كل شوية تخبط في الشاطئ؟ هتسحب الرملة دي، بيحصل تآكل للشواطئ، حاجة اسمها تآكل الشواطئ. ما الفرق بين التجوية والترسيب وأيهما يحدث الأول؟ تعالوا نقولها كده وانتوا اكتبوها. التجوية دي تكسير وتفتيت الصخور إلى قطع أصغر. طب امال الترسيب ده ايه؟ الترسيب ده الصخور اللي اتكسرت بفعل التجوية واتنقلت بفعل التعرية واترسبت بقى في مكان. مين فيهم بيحصل الأول؟ أول واحدة التجوية طبعا، بعدين الترسيب. الاختبار الثالث. تتراكم الرمال فوق بعضها مكونة. الرملة بتتكون فوق بعضها مكونة ايه؟ التل اللي انا بقول لكم عليه ده مكونة الكثبان الرملية. اكتب المصطلح العلمي. عملية تحدث بعد التعرية وتتسبب في تكون دلتا الأنهار. ايه اللي بيحصل بعد التعرية وبتكون لي دلتا الأنهار؟ عملية الترسيب. برافو عليكم.
علل التعرية والتجوية تغيران من مظاهر سطح الأرض. ليه التعرية والتجوية بيغيروا لي مظهر سطح الأرض؟ عشان التعرية دي بتكسر الصخور، التجوية دي بتكسر الصخور، والتعرية تنقلها. طب بعد ما تنقلها هتترصف في مكان، طب بعد ما تترصف في مكان ايه اللي هيحصل؟ هتكون لي شكل جديد زي الكثبان الرملية، زي الدلتا، هتكون لي حاجات جديدة أنا أول مرة أشوفها. هنقول لأن التجوية تفتت وتكسر الصخور، والتعرية تنقلها من مكان إلى آخر. بعدين إيه اللي هيحصل؟ ثم تترسب مكونة مظاهر جديدة مثل إيه؟ الكثبان الرملية والدلتا. ماذا يحدث عند إرساء الرواسب إلى أسفل؟ لما الرواسب بتنزل إلى أسفل إيه اللي بيحصل؟ تتكون الدلتا. حدد الفرق بين تكون الكثبان الرملية وتكون الدلتا. تكون الكثبان الرملية ده بيحصل لي بفعل ان الرياح بتنقل الرمل وترسبه في مكان، الرياح تنقل الرمل وترسبه في مكان، يعني عمليتين بيحصلوا سوا، ايه هما؟ التعرية والترسيب. لكن الدلتا بتحصل بسبب ان رواسب النهر بتروح تترسب في البحر. عارفين ايه هي رواسب النهر؟ عشان بس ما تبقوش بندش كده وبنحفظ، لا، رواسب النهر دي اللي هي زي الطمي او زي الصخور الصغيره والرمال، الحاجات الصغيره دي اول ما بتوصل البحر بتترسب، بتبقى موجوده في القاع كده، فبقى سنه على سنه على سنه، ده اللي كون لي الدلتا بسبب ترسيب الطمي والصخور الصغيره. طيب يبقى الدلتا دي اتكونت بفعل ايه؟ بفعل الترسيب. يبقى تكون الكثبان الرمليه بسبب التعريه والترسيب، لكن تكون الدلتا بسبب الترسيب. وبكده نبقى خلصنا مع بعض حل تدريبات الاسبوع ال11. لو في اي حاجه مش فاهمينها او عايزين تسالوا عنها اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. باي باي.